السلام عليكم. تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض كده جلاش خفيف، محشي كريمه خفيفه برضو، بجد تحفه. حاجه حلوه كده وفي نفس الوقت خفيفه. شايفين شكله عامل ازاي؟ انا مامة موتي، دي قناتي مطبخ مامة موتي. ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، ولو اول مره تشوفني اعمل اشتراك. هنجيب بقى كوبايه لبن وثلاث معالق نشا. اللي حابب يحط سكر كده كده هنسقي الجلاش شربات. اللي حابب يحط سكر يحط معلقه سكر واحده بس. تمام. هنقلب طبعا كل ده على البارد، النشا واللبن. نقلبهم كده على البارد وبعدين هنرفعهم بقى على البوتاجاز لغايه ما هناخد القوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. كده احنا خدنا القوام اللي احنا عايزينه. هنسيبه بقى يهدى. شايفين قوامه عامل ازاي؟ بس كده خلاص، كده الكريمه تعتبر خلصت. اللي حابب بقى يدعمها بمعلقه قشطه، معلقه سمنه بلدي صغيره زي ما تحبوا. معانا طبعا سمنه مجهزينها سايحه. اللي حابب سمنه بس سمنه على زيت براحتكم، طبعا الماده الدهنيه دي بتاعتكم. بس جلاش يعني سمنه بلدي. انا بشتغل على طول بالجلاش اللي هو السايب ده، بيبقى تحفه لان اعرف حد كويس بجيب منه. وده بقى جبته كده من السوبر ماركت بس عجبني قوي برضو، حلو، الورقه بتاعته تخينه كده وجميل. اللي حابب يجيبه يعني من السوبر ماركت ممكن اكتب لكم اسمه في الكومنتات ان شاء الله. عجبني برضو، بس انا بحب السايب جدا. بيبقى عدد ورقه اكتر، والورقه بتاعته تبقى طعمها حلو قوي بعد ما بنعملها. هنجيب بقى معانا صينيه. الصينيه دي مدوره، هندهنها كده سمنه. طبعا احنا عايزينه خفيف كده ومورق بس مش تقيل كمان، مش هنزود فيه سمنه. هنعمل معاكم جلاش كتير قبل كده بس اول مره اعمل معاكم جلاش بالكريمه. عملت معاكم كنافه بالكريمه. هنبدا بقى نرص كده. لو الورقه تقيله قوي ماشي اوكي، ورقه ورقه. لو ورق خفيف حطي ورقتين. ونديها بقى دهنه سمنه كده بسيطه بقى، يعني دوب نطبطب عليها. مش هسقيها سمنه تاني لان احنا عايزين حاجه خفيفه. تمام. طبعا الورق بتاعنا مربع والصينيه مدوره. طبعا مش هقول لكم كلكم عارفين بنعمل ايه، يعني بنتني من الجنب. ولما نيجي نحط الرق التاني بنتني من الجنب التاني. وحتى لو متقطعه، المتقطع كمان، المتقطع قوي بنخليه لايه للنص. تمام. بس هي ورقها كان كويس. كل مره بلف الصينيه واجيب الجنب اللي انا تنيت فيه، اللي انا متنيتش فيه اتني فيه، فكل مره باتني في جنب شكل. تمام. وهنبدا بقى نرص الصينيه كده زي ما انتوا شايفين. طبعا هنرص نص عدد الورق بتاع الجلاش علشان الكريمه بتاعتنا تبقى تمام. هقول لكم طبعا نحط الكريمه ازاي وسط الجلاش. نبدا بقى كده رق وندهن السمنه بتاعتنا. طبعا ممكن ان احنا في الجلاش بيبقى في الصينيه مربعه احلى. انا بحب لما اكون بعمله حادق وهفرده بعمله في صينيه مربعه، بس عشان الكريمه اعرف اقفل عليها كويس بحب الصينيه المدوره. تمام. بس بيفرق معاكي طعم ورقه الجلاش بجد. طبعا الكريمه هدت معانا خالص. شايفين عامله ازاي؟ اللي عايز يزود كريمه عن كده تمام، بس هي كده بتبقى خفيفه ومظبوطه. هما 3 معالق نشا وكوبايه لبن بس مع لفه الجلاش. هنبدا كده بس نبعدها عن الحروف. حاولي على قد ما تقدري ان هي ما تجيش على الحروف علشان ما تتحرقش منك. تمام. هنبدا بقى كده نلفها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا مجهزين شربات الجلاش. اللي مش مجهزه هقول لكم تعملوه ازاي. بس الحاجات دي كلها احنا بنفكر بعض، بس انا عارفه ان كلكم عارفين الحاجات دي كويس. هنبدا بقى نرجع نرص تاني ونفس الحكايه برضو هنطبطب كده سمنه زي ما انتوا شايفين. وبرضو من كل طرف هنغير. هنلف الصينيه ونتني الطرف التاني. شتا وليل طويل ومذاكره وامتحانات وكله عايز حاجه حلوه، فبنشوف اي حاجه كده حلوه بتكون خفيفه وسهله وسريعه. يعني مفيش اسرع من الجلاش اكيد في سواه وفي عمله. بيستوي بسرعه جدا وبيبرد كمان بسرعه. واللي بالكريمه دي ممكن تاكليه سخن عادي، يعني ممكن يتاكل سخن. طبعا مولعين الفرن. طبعا اي حاجه بنعملها بنولع الفرن قبلها ب10 دقايق. انا بقى عشان الحاجات دي مش بتاخد معايا وقت، يعني مثلا كيك جلاش بسبوسه ده كله ما بياخدش وقت. حتى الكنافه كمان. فبقى اول ما ابتدي اشتغل بولع الفرن كده، الفرن بتاعي ياخد درجه الحراره التمام يعني.
تمام. انا ما بفتحش الشوايه على الاكل، الحمد لله الحمد لله عندي الفرن بيديني وش للحاجه من غير ما احتاج الشوايه اساسا ولا مروحه كمان. بس كل واحد بقى على حسب الفرن بتاعه. التسويه دي بتاعتكم انتوا. تمام. هنبدا بقى نقطع الجلاش كده. لازم طبعا الجلاش يتقطع بس تكون سكينه حاميه علشان الكريمه طبعا. وعلى قد ما تقدري كده تجيبي بالطرف السكينه زي ما انت شايفه كده. ويا ريت بقى ما توصليش لاخر الصينيه، يعني تحاولي تخلي اخر رقده ما تكونش السكينه دخلت فيه. وبعد كده بعد ما تستوي يبقى نعيد على تقطيعه تاني. وانتي قطعي التقطيعه اللي تعجبك، يعني كل واحد بمزاجه في التقطيع. دي بقى الجلاش ده ممكن تقطعيه تقطيعه البيتزا كده، دي كده تقطيعه البيتزا. بتبقى احلى حاجه في الجلاش اللي بالكريم، بتبقى شكلها حلو والحته ماسكه نفسها كده وبتبقى تحفه. اللي عايز بقى يديها رشه سمنه تمام، بس احنا اتفقنا ان هو هيبقى خفيف. رشه سمنه كده من على الوش. الحاجات الافتكاسات الغريبه دي بتاعتكم انتوا بقى، اللي حابب يعمل اي حاجه يعملها. كده دخلت الفرن واخدت الوش ولمعت السمنه دي على الوش، معلقه سمنه كده. هنبدا بقى نسقي الشربات بتاعنا. طبعا شربات الجلاش بيبقى تقيل عن شربات البسبوسه. شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد كان تحفه. طبعا الشربات عندنا بارد او دافي، انا بحب الجلاش بيبقى يعني هادي. والجلاش طبعا اول ما خرج من الفرن على طول رحنا ساقيين. عايزاه يبقى طري قوي ممكن تغطيه شويه، يعني ممكن تغطي صينيه الجلاش شويه. تشجعوا وقوموا اعملوها، هتفرح الولاد وهتعجبهم جدا وسريعه. يعني ممكن بعد ما تشطبي المطبخ بتاعك او قبل ما تشطبي كمان، يعني ممكن تعمليها تدخليها الفرن قبل ما تشطبي المطبخ هتكون خلاص خلصت. جربوها وقولي رايكم فيها ايه. ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. شايفين شكلها؟ جربوها بقى وقولوا رايكم. يلا بقى، سلام عليكم.